السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو ده هتكلم عن احتياجات المرأة النفسية، بمعنى الزوجة هتبقى محتاجة زوجها يعاملها ازاي نفسيا علشان العلاقة ما بينهم تبقى صحية ويبقى فيها اشباع نفسي وعاطفي للزوج. وفيديو تاني ان شاء الله هتكلم عن احتياجات الرجل النفسية. طبعا في مجتمعنا ده بنقلل من اهمية تلبية الاحتياجات دي لحد ما الزوجين بيوصلوا لمرحلة انهم مش قادرين يكملوا في العلاقة، وبالفعل بيحصل بينهم طلاق عاطفي او طلاق حقيقي. فلما كل واحد يبقى عارف ويبقى على وعي باحتياجات الطرف التاني وازاي يلبيها، ده هيفرق جدا في العلاقه ما بينهم. وكمان علشان ما يبقاش في حد فيهم بيبذل مجهود في الطريق الغلط. يعني ممكن تلاقي الراجل بيحاول يسعد زوجته ويرضيها ويلبي لها احتياجاتها بس بطريقته هو، فهو كده ده مش بيوصل لها ومش بيحقق لها الاشباع المطلوب من العلاقه. والعكس برضو من الزوجه، ممكن تكون بتتعامل بطريقه غلط مع زوجها، فده مش بيوصل له. اول حاجه محتاجاها الزوجه من زوجها الأمان، وحطوا تحت كلمة الأمان خطوط كتير جدا، لأن الأمان مهم جدا لأي امرأة وهو أهم احتياج ويجي بعده أي احتياج تاني. محتاجة أمان نفسي، أمان عاطفي، أمان مادي. يعني إيه أمان نفسي؟ يعني لما تتعب نفسيا أول واحد تلجأ له هو زوجها، يعني تبقى مطمنة بوجوده، يعني تبقى بتاخد دعم نفسي منه، يعني مش بتخاف وهي بتتكلم معاه. من أكتر الحاجات اللي تضرب في الأمان عند الزوجة ان كل شويه يهددها بالزواج التاني او بالطلاق، او كل ما يزعل يسيب البيت ويمشي ويبات بالايام بره، ما يعرفش عنهم حاجه ولا هم يعرفوا عنه. الامان المادي انه يبقى هو المسؤول عن التزامات البيت ماديا بشكل كامل، ما تبقاش هي مضطرة تنزل وتشتغل علشان تصرف على البيت. الاحتياج التاني الاهتمام غالبا من وجهة نظر الراجل انه يوفر لها الاكل والشرب والسكن. هي هتعوز ايه يعني اكتر من كده؟ الاهتمام يعني تديها مساحة من يومك، تسأل عليها، تطمن عليها، تسمع لها لما تتكلم، تسألها عن تفاصيل يومها وشغلها. الموضوع بسيط جدا ويخلص بكلمتين، مش محتاج منك وقت ولا مجهود مهما كنت مشغول. ممكن برسالة صغيرة طمنيني عليكي، محتاجة حاجة اجيبها لك. الموضوع ابسط من البساطه. الاحتياج الثالث التفهم، تتفهم مشاعرها، لو متضايقه تسمع لها، تتعاطف معاها، وانت برضو ما تزوديهاش وتقلبيها نكد. الاحتياج الرابع الاحترام، عدم الاهانه سواء بالكلام او بالايد. احترام رغباتها واحتياجاتها. لو هي مهتمه بحاجه هي مش من اهتماماتك، احترم اختياراتها، اعذرها لو قصرت او اخطأت. الاحتياج الخامس والاخير الاخلاص للعلاقه الزوجيه، الاخلاص للاسره. ما تبقاش الزوجه حاجه مهمشه في حياتك، هي مجرد حد موجود في البيت عندك، تقعد بالايام ما تسالش عنه، ما تعرفش عنها حاجه حتى لو انت عايش معاها في البيت. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.